السلام عليكم. يا 700 مرحبا. مؤسف جدا يا أخي. الإخوة الجزائريين معظمهم إلا من رحم الله بيدخلوا التيك توك وهم تائهون في الأرض، يعني تائهون. لا هم عارفين سياسة بلدهم، ولا هم عارفين منطلقات بلادهم، ولا يعرفوا كيف يدافعوا عن بلادهم. يعني قضية مثل آه، الخلاف الإماراتي الجزائري. كم سألت جزائريين كبار صغار ذكور إناث من الذين مروا عندي، وسؤال واضح وصريح: يا أخي الجزائري، من وجهة نظرك أنت كجزائري، ما هي أسباب الخلاف بين الجزائر والإمارات؟ تخيلوا، 3 لايفات ولا جزائري استطاع أن يرد بطريقة مقنعة. قال لك إيش؟ إحنا نعاديها لأنها صهيونية ومطبعة. هذا اللي هم فالحين فيه. والمغرب نحن نعاديها لأنهم مطبعين ومتصهينين. ولا واحد يلم سياسيا أو جيوسياسيا بأهداف بلاده، ولماذا بلاده لديها مشكلة مع ذلك البلد. ما هم عارفين والو. يعني فجعوني يا جماعة، فجعوني. أنت في التيك توك لا تعلم لماذا الإمارات على خلاف مع بلدك؟ كلما في الأمر أنه إحنا أبطال ونحن مناهضين ومعادين للكيان الصهيوني، وهذولاك مطبعين. هذا اللي هم برمجوهم عليهم. لا حبيبي، حبيبي 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 حبيب قلبي، الكبيدة ديالي الجزائري، اسمع أقول لك، الكبيدة ديالي تبون اسمعوا. المطبعين تو علاقتكم على ما يرام بجميع المطبعين. أردوغان كبير المطبعين كان عندكم وأموركم طيبة. أموركم طيبة مع عبد الفتاح السيسي وهو مطبع. أموركم طيبة مع ملك الأردن وهو مطبع. يعني لو القضية تطبيع ليست هكذا. أنا الآن أتبرع لكم وألخص لكم أسباب الخلاف. أنا يعني سأؤصل لكم وأضعكم أمام الزبدة. أعلمكم يا أخي، الذي إعلامكم ومدارسكم وتيك توككم وبلادكم كلها ما استطاعت أنها توعيكم، علشان لما تطلعوا تتكلموا في السياسة وتتكلموا عن أسباب العداء الإماراتي الجزائري تستطيعوا أن تتكلموا. ولا أنا بعطيكم دروس. شوف، أول مشكلة أنتم ترونها مع الإمارات أنها تعترف بالصحراء المغربية، وأنها فاتحة لقنصلية داخل مدينة العيون. هذا أول شيء. أول شيء أنتم ممتعضين بسببه. وأنتم تعتبرون كل من لا يعترف بجمهورية الصحراء الغالية إبراهيم غالي هذا فهو عندكم عدو. والإمارات موقفها أنه مع الوحدة الترابية المغاربة، بل ومتشددة في هذا الأمر، وعندها قنصلية داخل مدينة العيون. هذا أول شيء عشان تفهموا. ثانيا، العلاقات الاستراتيجية العميقة والقديمة والمتوارثة أبا عن جد بين البلدين. يعني أنت ترجع تشوف تأسيس الإمارات نفسها، تجد أن المغاربة والحسن الثاني وكانوا لهم دور في تأسيس هذا البلد. كان لهم دور، تخيل، دور في تأسيسه. يعني من الناس الذي أوجدوا هذا البلاد هو الحسن الثاني، وكان له دور فيه. وكانت علاقة الشيخ زايد بالحسن الثاني علاقة مو سياسية ولا مصالح، لا، أخوية. يعني تخيل، كلام جد، يعني بعيدا عن المصالح والبراغماتية وكذا. علاقة استثنائية، يعني علاقة صادقة، يعني أخوة، لدرجة أنه الملك أنه الشيخ زايد يرسل أبناء، وعاد الدولة ضعيفة الإمارات، يرسل محمد ابنه يتعلم في المغرب، يتعلم المرجلة ويتعلم التعليم ويتعلم كذا واشتغل هناك وتعلم هناك. شوف عمق العلاقات. وأنتم في الجزائر من له علاقة طيبة بالمغرب هو عدوكم أوتوماتيكيا، ولذلك أنتم تعادوه. هذا اثنين. ثلاثة، أنه في الفترة الأخيرة الإمارات والمغرب وقعتا على اتفاقيات بمبالغ خرافية، مبالغ كبيرة جدا. وهذه طبعا من الأسباب التي أصابتكم في مقتل، أنه فيه مشاريع عملاقة. أين في الداخلة. شوف الإماراتيين أين سيفعلون ميناء ضخم داخل الداخلة. ما أدري كم مليار، 30 مليار دولار حجم الاتفاقيات. عدد مهول لا أذكره تحديدا. هذا الشيء أيضا أغاظكم وأوجعكم وبهدلكم وخلاكم تناصبون العداء للإمارات. أما السبب الرابع فهو أن الإمارات داعمة لحفتر،
وحفتر عدو لكم، وبالتالي أنتم ترون أن الإمارات معادية لأنها تدعم حفتر الذي الآن أصبح على الحدود عندكم، على الحدود. حفتر مؤخرا احتل مدينة ليبية على الحدود الجزائرية. هذه أهم 4 أسباب توضح خلافكم وعداؤكم مع الجزائر، مع الإمارات. ما تعرفوش يعني الإمارات، شوف للأمانة الإمارات لها مشاكل كبيرة جدا. أنا يمني عندي مشاكل معها، لكن أنا عندما أتكلم عن العداء الإماراتي أو مواقفي من الإمارات أتكلم وأنا واثق، أعرف وجهة نظر بلدي وما هو مشاكل بلدي وماذا أحدثته الإمارات في بلدي وكذا. أقول هي تحاول تقسيم اليمن، وهي تدعم البوليزاريو اليمني الانتقالي، وهي تحت الجزيرة السقطرى، وهي عندي أنا ممكن أسرد لك 50,000. لكن أنتم تدخلوا والله فات مثل الخيل يا شقرة، مثل الطرش في الزفة. مالك يا أخي الإمارات؟ قال هذه صهيونية يا أخي، احنا ما نريد الصهاينة، والمغرب ايش المشكلة يا أخي متصهينين. يا حبيبي مفكر نفسك أنت صلاح الدين الأيوبي ولا إيش أنت؟ هذه هي الأسباب الحقيقية أو أهم الأسباب. هذه هي أهم الأسباب في الخلاف السعودي أو الإماراتي الجزائري. حاولوا تقرأوا يا أخواننا في الجزائر، الله يرحم لكم الوالدين، تقرأوا وتتثقفوا عشان لما تدخلوا تعملوا مداخلات تدخلوا تعملوها وانتم عندكم رؤية، عندكم منطلقات، عندكم بعد نظر، عندكم طرح سياسي. ما تجي تقول لك مالك يا أخي؟ قال الإمارات مطبعة. حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله أنا أعطيتكم درس هنا وتستوعبوه، ومع الأيام ستفهمون إن شاء الله. موقفكم محرج في اللايفات، لكن لو أنكم تأخذون من هذه الجرعات الذي أنا أعطيها لكم كنتوا الآن تطورتوا. كل الناس تطور ولا أنتوا؟ لا إله إلا الله، مكانكم محلك سر. قال يقولون لي سيبوا تلاقي مثيل، جمو قلبي يقول لي لا 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 تسيبوا ترى تندم. أنا بتبع قلبي أنا بتبع قلبي وبسمع علي من ناس. كذب من يقول إن المحبة لها مقياس. يقولون لي سيبوه تلاقي مثيل وجم، وقلبي يقول لي لا 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 تسيبوا ترى تندم. أنا بتبع قلبي وبسمع علي من ناس. كذب من يقولون المحبة لها مقياس. إلى اللقاء.